من أسهل وأنجح المعجنات اللي تقدري تقومي تعمليها هو البوريك بالجبنة. هنعمله النهاردة أحلى 100 مرة من المخابز والأفران، وهش وغني وبجد تحفة. تقدري تديه للولاد في اللانش بوكس أو في الفطار مع كوباية شاي، بجد خطير بصراحة، جميل جدا. يلا نشوف نص كيلو دقيق عمل معانا قد ايه. وقبل ما ابدأ اتمنى تعملوا لي اشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. انا هنا عندي 200 ملي مية دافية، حطيت عليهم بيكو خميرة و3 معالق كبار سكر. ولما الخميرة اشتغلت حطيت ربع كوباية زيت نباتي ومعلقتين سمنة زي ما انتم شايفين كده. هحط كمان معلقتين صلصة، تقدروا تستعملوا صلصة جاهزة او صلصة انتوا عاملينها في البيت، وكوباية زبادي صغير. قلبت الخليط بتاعي كويس جدا وهنزل عليه بنص كيلو دقيق. النص كيلو دقيق ده عليه رشة ملح ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. تقدروا تستغنوا عن البيكنج باودر، انا بس بستعمله كمحسن للعجينة. هعجن العجينة كويس جدا، ولما الاقي العجينة محتاجة دقيق تاني اقدر ازودها. هنا العجينة كانت خدت النص كيلو دقيق معايا. كنت بنزل بالدقيق حبة حبة زي ما انتم شايفين لحد ما العجينة لمت معايا كويس. طبعا بتحسوا وانتوا بتعجنوها ازاي العجينة بتلم، ما بتبقاش بتلزق في الايد خالص. يعني طبعا حسب نوع الدقيق. هعجن العجينة كويس قوي، يعني لمدة مش اقل من 10 دقايق، ربع ساعة. ولما العجينة تتلم معايا وتظبط هغطيها واسيبها تخمر. طبعا الجو اللي احنا فيه العجينة بتخمر خلال نص ساعة لساعة الا ربع. لو الجو ساقع شوية طبعا من ساعة لساعتين. اهم حاجة يا جماعة العجن والتخمير كويس، يعني ما نستعجلش خالص. احنا هنسيبها تخمر معانا كويس جدا لما العجينة يتضاعف حجمها، مش قبل كده. طبعا شفتوا العجينة تضاعف حجمها معايا، وهبدأ ألمها زي ما انتم شايفين وأكورها كلها كرات قد بعض. بعد ما بكورها كل الكمية عندي بغطيها بكيس بلاستيك كويس جدا برضو عشان العجينة ما تنشفش. وببدأ طبعا من أول كورة أنا عملتها لأن هي بتكون استريحت. ببدأ بيها زي ما انتم شايفين، هحشيه بالجبنة. تقدروا تحشوه أي نوع جبنة بتحبوها. بفرد كل كورة كده بإيدي وهحشي بالجبنة وأقفل كويس علشان الجبنة ما تسيحش وتطلع من البوريك. بعد ما هخلص الكمية بتاعتي كلها هغطيها بكيس بلاستيك واسيبها تستريح من 10 دقايق ل 15 دقيقة. هنا العجينة استريحت معايا. هدهن وشها بلبن وبعدين هحط عليها السمسم وحبة البركة. هسويها على فرن مسخن على درجة حرارة 200، وخلي بالي منها كويس جدا. لما بتستوي من تحت بنولع عليها الشواية من فوق، بتستوي على طول وبتبقى خطيرة. اتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي ايه رأيكم. ولو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو اتمنى تعملوا لي اشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. الفطاير دي جميلة ومغذية جدا للأطفال. أنا هنا كمان عملت جزء سادة عشان أحط فيه زي ما انتم شايفين حشو خارجي، يعني جزء بالجبنة وجزء سادة. بالهنا والشفا مقدما للي هيجربها.